اهلا بيكم في قناه فيلم قديم. لو لسه مشتركتوش في القناه يا ريت تشتركوا عشان يوصلكوا كل جديد. قصة الفيلم تقليدية جدا في بدايتها، لشاب بيعجب ببنت شافها صدفة في الأتوبيس، فبيقرر يمشي وراها ويراقبها لحد ما بيوصل لعنوان بيتها وبيروح يخطبها. وفي ليلة راس السنة بيقرروا هما الاتنين يروحوا يسهروا مع بعض في مكان خاص، وبيكونوا مبسوطين جدا مع بعض لحد ما بتقول وفاء لأحمد إنها حبت قبل كده ضابط حربية وكان لسه طالب ساعتها، والحرب قامت والجيش كلفه إنه يحارب على الجبهة. وفي يوم جالهم البيت في وقت متأخر جدا وما كانش حد صاحي غيرها، وغصب عنهم غلطوا مع بعض، وبعد كده عرفت إنه استشهد في الحرب. وبعد ما أحمد بيسمع منها القصة دي بينفعل جدا وبيضربها، لكن في لحظة بيقرر يسامحها وبيقضوا الليلة مع بعض. ومن هنا بتظهر شخصية أحمد المذبذبة ومترددة جدا، وده بيظهر جدا في الفيلم لما كل شوية يقول لوفاء إنه بيحبها جدا وإنه فعلا عايز يتجوزها، لكن أول ما بيسمع كلام صاحبه بيرجع يتردد ويتغير معاها تاني، خصوصا إن فتحي صاحبه شايف إن عشان الراجل يضمن زوجة مخلصة ليه يبقى لازم يتجوز واحدة على نيتها وملهاش أي تجارب قبل كده. وفعلا هو متجوز واحدة من الأرياف وبيعرف ستات عليها وبيخونها، وكل يوم بيرجع البيت بعد نص الليل. لكنه في يوم بيرجع البيت فبيلاقي المكواجي مع مراته في البيت، فبينفعل وبيتهمها بالخيانة وبيطردها بره البيت، فبتلجأ لأحمد وبتروح له البيت تطلب منه يخلي فتحي يطلقها. ولما بيروح أحمد تاني يوم لفتحي بيلاقيه طلقها أصلا، لكن أحمد بيقوله إنه كان سكران وممكن جدا يكون اللي شافه ده مش حقيقي، لكن بيفضل فتحي مصمم على الموقف. وبنرجع تاني لأحمد اللي بيقتنع بكلام صاحبه اللي بيقوله إن وفاء بنت زي بقية البنات اللي مش محترمين، وإنه ما ياخدش موضوعهم جد ويتسلى بيها وخلاص. وفعلا تاني يوم بيقترح أحمد على وفاء إنهم يروحوا عوامة على النيل بتاعت واحد صاحبه، بتتفاجئ انه عارف تفاصيل العوامه كويس قوي، فبتقول له انه جه هنا كذا مره مع بنات، لكنه بيقول لها انه يعرف العوامه بسبب انه كان بيجي لصاحبه. وبتبقى العوامه مليانه صور اباحيه، فبتتضايق جدا وتبقى عايز تمشي لانه بقى يعاملها زيها زي اي واحده مش محترمه، فبيقول لها انها عملت كده مع حبيبها الاول، فبتسيبه وبتمشي. مرة وحيدة كانت أصدق لحظة في حياتي، لكن أنت تعالى هنا قولي على لحظة صدق واحدة عشتها في علاقاتك دي كلها اللي المجتمع مش بيحاسبك عليها. انا عمري ما فكرت اتجوز حد من العلاقات اللي بتتكلمي عليها دي، وبعدين لما اتجوز من حق ان مراتي ما تكونش عرفت حد غيري. ليه من حقك ومش من حقها؟ لو كل الرجالة فكرت زيك كده وكل واحد عمل له علاقتين ثلاثة قبل ما يتجوز يبقى مش هتلاقوا الستات ما عرفتش حد عشان تتجوزوهم. قرر احمد يراقب وفاء وبيلاقيها رايحه عياده نساء، فبيروح يواجهها، فبتعترف له انها حامل، وبيرحب جدا بالخبر وبيقول لها ان الطفل ده هيربطهم ببعض اكتر وانهم هيقدموا معاه كتاب بالكتاب. لكن كالعاده طبعا اول ما بيتكلم مع فتحي وبيشككوا في ان الطفل ده يكون منه وانها واحده عندها علاقات كتير وممكن يكون من واحد تاني، فبيرجع في كلامه تاني مع وفاء وبيقول لها انه مش مستعد دلوقتي للجواز. فبترجع وفاء بيتها وبتقرر تجهد نفسها، ولما بينقلوها اهلها للمستشفى اللي شغال فيها الدكتور مصطفى ابن عمتها بيعالجها ومبيبلغش اهلها باي حاجه. بيرجع احمد يحن لوفاء تاني، ولما بيتصل بيها بترد عليه مامتها وبتقول له ان وفاء في المستشفى، فبيروح لها هناك لكن بيلاقيها خرجت، فبيروح لها البيت وبيقول لها انه هيتجوزها، وبيبلغ مامتها انه حدد ميعاد كتب الكتاب الاسبوع اللي جاي. وبيجي معاه كتب الكتاب ويبقى احمد ومامته محضرين البيت ومستنين وفاء واهلها، لكن بيجي لهم الدكتور مصطفى وبيدي احمد الشبكه وكل الهدايا اللي جابها لوفاء، وبيعتذر له ان وفاء قررت انها مش هتتجوزه، فبينفعل احمد جدا وبيقول له امال مين اللي هيرضى يتجوزها بعد اللي حصل بينا. فبيقول له مصطفى ان هو اللي هيتجوزها وانه عارف كل حاجه عنها، لكن وهو ماشي بينزل احمد وراه وبيفضل يزعق لحد ما بيوصلوا للعربيه وبيشوف وفاء قاعده فيها، فبيفضل يتحايل عليها انها تديله فرصه تانية وانهم يتجوزوا، لكن ما بتردش عليه لحد ما مصطفى بيسوق العربيه وبيبعد عن احمد وبيسيبه. لو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والاشتراك في القناه. تحياتي ليكم ريهام حشاد.